نائب الجماعة السلالية ديال الرحاولة، مستشار المجلس البلدي الحالي. يمكن لك تعطينا واحد النبذة قصيرة على هذا الدوار، النشأة ديالو، عدد الساكنة، الظروف اللي كيعيشها؟ أنا غنهضر لك بصفة عامة وعلى الأرض ديال هاد الدوار ديال جماعة الرحاولة بصفة عامة، وعلى الأراضي ديال هاد الجماعة الواحدة اللي عطات السكان ديال سيدي يحيى كاملين. هاد الجماعة كانت عندها 886 هكتار، ملي كان فيها 50 فرد ذوي الحقوق. بقات الساكنة سيدي يحيى تتوسع، ما تتوسع غير في هاد الأرض ديال الجماعة السلالية. كانت عندنا 886 هكتار. أول ما بدا التوسيع بدا في الفيلاج، أول مرة ما عطينا 18 هكتار. الساعة اللي كانوا الاستعمار هنا كان واحد الحاكم ديال الجماعة ديال الحاكم استعماري فرنسي، ملي دخل الفيلاج ديال سيدي يحيى كان تيتمنى، هو عارف هاد الأرض والمستقبل ديالها، كان تيتمنى تيقول مصاب أنا هو كنت من جماعة الرحاولة. عرف المستقبل ديال الجماعة واش غادي يسوى هذيك الأرض ديالها. ولكن الوقت اللي ولا الجماعة تتقلص والمدينة ديال سيدي يحيى ما تلقى فين تتوسع غير عندنا حنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. التعويض اللي كان غنقولوا أرضانا، غنقولوا ما رضاناش، ولكن الظروف اللي فاتت، الظروف اللي هي مضات، راك تعرف شنو كاين. ما كانتش تقدر تحاور، كان يعوضوك على حساب اللي بغاوه. غنعطيك مثال، عطينا 12 هكتار داروا في السوق ملي كانت عامر الشتفلية، قيمناه بداك العصر 4 الملايين ونص الهكتار. انا تنغوت تنقول لهم ماشي قيمته هذه. والرئيس وواحد الخليفه جا غير هو وواحد اللي جا من الناس ديال ملاك المخزانيه تيقولوا له الدغمي. حنا هذوك جوج ناس اللي قيموا ذاك السوق بلا لجنه، قيموا ليه 4 الملايين ونص ذاك العصر. بدينا نخوتو حتى تربحت ليهم 10 الملايين. شحال المسافة ديالو؟ 12 هكتار. دابا راه شداتو الجماعات عامر الشمالية. بقينا تقريبا شي 10 سنين ولا 15 عام وحنا ما تخلصناش به. انت نعيم. ملي كانت عندنا 886 هكتار، ملي كنا قلنا عندنا 50 فرد، بقات المدينة في عاد من كان الحرب الباردة الاستعمار. ملي حبس الحرب الباردة ب 45 حبس الحرب العالمية، جاو داروا قواعد عسكرية عندنا. تلقات جماعة مشات للحبس، جماعة ديال الجماعة السلالية مشات للحبس. كان الاستعمار دا الناس الحبس، خدا لينا 556 هكتار. اش دار؟ عوضونا باش بغاو، بناو لينا شي ديور هنا سيدي يحيى. دات واحد المدة ب 85 فوتوهم ذوك الناس اللي ساكنين فيهم. اللي حد الآن داك الميل باقي ما تسوى. كان اللي عاطي 500,000 فرنك، كان اللي عاطي 100,000 فرنك، كان اللي عاطي مليون، باقي الديور ما تسوى. بناو لينا الديور ديال الدراكيين. الدراكيين راح 12 عام دابا ما خلصوناش، راه مسدودين. وحنا تنعيب بكيش هنا واش كاينه غنسوي. في الوقيته اللي المدينة كتعرف واحد التوسع عمراني وكتعرف انشاء واحد الجزيئات، كنلاحظوا بان دوار الرحاولة ما شملاتوش هذه العمليه هذه في الوقت، لان كانت اعاده الهيكل بالنسبه لدوار شانتي، اسكان قاطين دوار سكه. الرحاولة بقى هكاك. علاش؟ واش نتوما اللي ما رفضتوا بان تكون واحد الجزيئه، ولكن هناك شي مشاكل وشي عارف؟ اول مره حنا اللي ما بغيناش الجزيئه. الا جينا كنا غادي يديروا لنا الجزيئه. نعم. ديك الوقيته حنا ما عندناش بديل كيفاش تكون الجزيئه. انسان المهنه ديالو الكسيبه والفلاحه، غيعطيوك 100 متر ولا 200 متر، اشنو المقابل؟ اش غتصبح دير انت؟
في ديك الوقيته اللي طلبوا حنا ما بغيناش، قلنا له غتعاود لنا الهيكله. كان الجماعه باقا قليله، هادشي اللي تنهضروا عليه في الثمانينات والتسعينات، كان الجماعه باقا قليله، قلنا تعاودوا لنا الهيكله، كل واحد يبقى عنده المساحه ديالو باش يبقى الطابع والنمط ديالو باش يحافظ على المعيشه ديالو. ملي توسعت المدينه وتفرض علينا دابا راه حنا قبلنا التجزئه، ولكن احنا قبلنا التجزئه رغم ان عنفنا. علاش؟ واخا قبلناها اشنو الباديه؟ الراجل اللي هو في عمره 50 عام و60 عام اش غيصبح يدير؟ غنعطيوه بقعه يسكن فيها، اش غيصبح يدير؟ اشنو المقابل؟ واش المشروع ديال التجزئه السكنيه خرج للوجود؟ المشروع ديال حنا اتفقنا مع العامل وعطينا الموافقه ديالنا المبدئيه، وحنا تنتسناو الموافقه ديالنا عطينا، تنتسناو هذوك الشروط اللي شارطنا معاهم خاصنا نوثقوها. حنا باقي اعاده الهيكله ديال الدوار. لا اعاده الهيكله ما بقيتوش باغيين اعاده سميتو الانشاء التجزئه وحده سكنيه. وحده سكنيه دابا اتفقنا مع السيد العامل ومع العمران باللي ما غتبقاش اعاده الهيكله، لحقاش الجامعه تقلصت. الوقت اللي كنا تنقولوا اعاده الهيكله كان جماعه قليله، دابا الاولاد وجدوا الا جينا نديروا اعاده الهيكله واحد غيدي 200 متر، واحد غيدي 500، واحد ما عنده شيء وجد ما عندوش. خاصها تفرض علينا دابا، تفرضت علينا باش تكون تجزئه باش كاع الناس دي بالتساوي. وفين وصل تسويه الوعاء العقاري ديال التجزئات؟ لا هذا العقاري ديال التجزئه حنا اتفقنا وغيخرج الوجود، ولكن هنا العمران قالت لك عندها عجز في الميزانيه. السيد العامل داب جمع المجهودات باش يحاول كيفاش يسدد ذاك العجز باش تخرج المشروع للوجود. حنا اتفقنا مع السيد العامل. السيد العامل عاد نهار الجمعه هذه اللي مشات نهار العيد جلسنا معاه قال لك اودي حنا طلبنا الداخليه والداخليه عطاتنا موافقه، حنا تنتسناو غير الميزانيه تخرج والمشروع يمشي. من جهتنا حنا ما كاين مانع، ولكن الشيء اللي تنخموا فيه حنا كجماعه وهي المستقبل ديال هذه الجماعه فين غيمشيو. ها حنا قبلنا المشروع وبغينا تجزئه، ولكن شنو الباديه؟ الراجل كسابو في الله عشان اصبح يدير، اصبح ساكن في واحد الدار. حتى هذيك البلاد اللي داو لنا الاستعمار الفرنسيين وداو فيها قاعده عسكريه، ملي كانوا الاستعمار سير كلاو على اللي بغاو وكنا تنكسبوا وتنتفلحوا، ما كان مانع. ولكن دابا ملي جاو ديالنا العسكر ديالنا الله يجازيهم بخير قال غير ترعاو. الرعيال ما عندناش، كان اللي عنده ما باش يرعاو، كان الانسان خصو يخدم خصو ينتج. بلاد مشات الراجل كسابو في الله ما لقى ما يدير، اش اصبح يدير؟ الدري اللي هو ما عنده واحد المستوى عالي، تعرف ولاد الفلاحه دائما ما تاكلوش عنده شي مستوى عالي. هو الراجل بعمره 30 عام و40 عام كل المهنه ديالو في الله، اليوم قلعنا له البلاد اش اصبح يدير؟ يخرج بالكواليس بان يعني التجزئه غتوقع واحد التجزئه هنايا سميتها تجزئه ديال الوحده 4. لا تيقولوا بان غادي يسكنوا فيها الناس ديال دوار شانطي، المنطقه الفيضيه، الناس ديال دوار السكه وبعض السكان من دوار شانطي. يعني انتم بصفتكم كمستشار بلدي يعني عندكم معلومات في هذا الخصوص هذا، يمكن لكم تفيدونا. بالنسبه للتجزئه اللي حنا وافقنا له عطينا الموافقه ديالنا، حنا شفنا هذا العمل بغى يفك العزله على دوك الناس السكان ديال سيدي يحيى، بالخصوص داك الفيضان ودوار السكه ودوار شانطي، وتفرضوا بهذه السياسه الرشيده ديال سيدنا الله ينصرو غيخدع على مدن القصديه. بالنسبه لينا حنا ما غنكونوش واحد حجره عطار، راه حنا عندنا الغابه ديالنا والشجر ديالنا، مشينا العمل بغى المصلحه، راه حنا عطينا موافقه ديالنا باش هذوك الناس كلهم نقدوهم داك البؤس اللي راهم فيه. ولكن حنا صبرنا ومن لحد حنا المطلب ديالنا دائما تنقولوا حنا تكسابه وفلاحه الله. حنا ما دام حنا كناش خصنا اللي كنا حنا عطينا موافقه على المصلحه العامه، حتى حنا راح نوصلنا المصلحه تيقلبوا على الدوله، هي خصها تساعدنا وتحاول دير لنا بجميع المسؤوليات
وتشوفنا بعين الرحمه باش نبقى في الطابع ديالنا. بحال اش المساعدات اللي كطالبوا بها انتم؟ تنطالبوا حنا المساعده الا كان شي ارض بحال هاد لاباس كما كان بكري، هو قريب لنا الاصل ديالنا. ملي كان بكري عا بايو تيستغلوا، نصراني كان بايو داير فيه مع الطرسه وكذا، وكنا بعد بايو كان تيخلصنا حنا. دابا ملي جاو ديالنا منعونا، قال لك اسيدي غير ترعاو. ملي كان ميريكان كنا تنرعاو وتنحرطوا وما تيتخلصوش منا. مسيركن ملي كان الميريكان طيران ميريكان من كانت الحرب البارده عنده الاسطول ديالهم هنا وشاد كاع البحر المتوسط ومراقب على العالم كله. كانوا مخلينا عندهم رادارات هنا، مخلينا تنحرطوا وترعاو، ولكن ديالنا دابا قال لك اسيدي غير رعا. واش كاين شي شروط تفضيليه بالنسبه لهاد الناس اللي غادي يسكنوا هادو ديال السكه ديال المنطقه الفيضيه ديال دوار شاطئ بالنسبه للجزيئه؟ شي شروط تفضيل؟ لا الناس هادو وغادي بعد تسهيلات لا دابا اعانات. بالنسبه لنا حنا كجماعه عطينا موافقه ديالنا العمران باش غتزهز لهذوك الناس، وشوف العمران اش غديروا يخلصوا الواجبات اللي هي مفروضه فرضها من الدوله للمتر. شوف شحال حتى الدوله راه هذوك الناس ما تيخلصوش بحال الناس اللي هما ديال الخواص. الدوله تصبر معهم راه سبق لهم يخلصوا 4000 ريال المتر. شوف دابا هاد الجهه الثانيه شنو غادي يديروا بها. السي الحمر لا سمحتي لي، بالنسبه لكم كجماعه شنو هي الشروط اللي حطيتوا في الاتفاق اللي كان مع السيد العامل، على اعتبار ان الجماعه اللي رحاونا الارض ديالها مشات من كما قلتي من الاستعمار. مشات في الاستعمار، مشات من بعد الاستعمار، وحتى لا تجهيز لا دوار الشانطي هي ارض ديال الجماعه السوريه، بالتالي الناس ما استافدوا شيء. وحتى في المستقبل كما قلتي راه الطبيعه ديال لان الناس راهم مرتبطين بالفلاحه وبالرعي وبالزراعه وبتربيه الماشيه، حتى لك بما ان الافق المستقبل راه شي انتوما على اعتبار انك انت ممثل ديال الجماعه، اشنو هما الشروط اللي حطيتوا في ابان الاتفاق مع السيد العامل؟ الشروط اللي حطينا احنا مع السيد العامل حاليا على الجزئيه هذه كما قلنا الجماعات السلاليه غيعطوهم 3 بقعات لكل فرد من ولاد الجماعه السلاليه، كل انسان اللي هو راشد 3 بقعات، كل بقعه ثلاثه طبقات. هذه ولاد الجماعه اللي هما افراد ولاد الجماعه. بالنسبه للنساء راه حنا عطاو لهم موافقتهم باش غادي يستافدوا، وما تنظنش النساء غادي يستافدوا بحال ما قد الرجال. هذا هو المطلب ديالنا حنا، وعاد شي شروط اخرى اللي هي كاينه. هذه هما الشروط الاساسيه والمبدئيين هي هذه. اما شروط اخرى راه غتبقى بيناتنا حنا اللي هي غادي نوصلوا لها تدريجيا ان شاء الله. شحال عدد المستفيدين المرشحين للاستفاده سواء في النساء سواء في وتقريبا بين النساء والرجال تقريبا شي 600 هكاك تقريبا 600 وزياده. 650 ولا 670؟ اي 600 وزياده. دير 670 نساء ورجال واطفال. ومازال بعد الناس اللي هما عاد غادي يرشدوا دابا، راه حنا غنجلسوا نناقشوا معهم على هذوك الناس اللي عاد غادي يرشدوا دابا باش نوصلوا لهم. بالنسبه للمنطقه الان ديال الدوار ديال الرحاونه دابا واش غيخضع لاعاده الهيكله او لانه لا الجزيئه؟ اذا العقار كله غادي يخضع شحال تقريبا شحال من هكتار كاين في هذه الجزيئه هذه؟ الجميع ولا غادي الرحاونه؟ لا الجزيئه 4 اللي غتشمل قاطين الصبيح ديال المدينه كامله. شحال من هكتار؟ حول 18 هكتار. قالوا شي حاجه عندنا 18 هكتار ديال دوار الرحاونه و51 هكتار تقريبا ديال الجزيئه. هي مجموعه تقريبا 70 هكتار. 70 زائد دوار شانطي. زائد دوار شانطي. شحال المساحه اذا؟ دوار شانطي تقريبا شي 35 هكتار تقريبا. اذا بالنسبه للجزيئه 70 هكتار زائد 35 هكتار ديال دوار الشانطي. بالنسبه لدوار الشانطي شنو الاتفاق اللي كان بالخصوص ديالو؟ ودوار الشانطي هنا اللي هي قضيه ديال دوار الشانطي هنا الوقت اللي كان العامل اتفق معنا تضرب الجزيئه والاراضي ديال الجموع عندها واحد القانون خاص بها تعوض على 20 ولا 25%. كدير لك الدوله المغربيه تتجهز لك قبالتك 24 ولا 25%. الوقت اللي عطينا بديك 50 هكتار باش غادي يحلوا المشاكل ديال اتفقنا باش حنا عطيناهم دوار الشانطي ثمن رمزي. علاش؟ مقابل الدوار ديال الرحاونه. دوار الرحاونه غيجهزوه لينا كما قلنا 3 بقعات كل فرد مفروض فيها الشروط. 50 هكتار فوتناها لهم
اتفقنا في ثمن ديال 25 مليون الغطار. هذه الفلوس ديالها غتدخل للجماعه. بالنسبه لدوار شانطي الفلوس ديال دوار شانطي غادي يجهزوا لنا دوار الرحاونه. واش كاين شي مرافق اجتماعيه بالنسبه في هذه الجزئيه هذه؟ بالنسبه للمرافق الحيويه هادشي تتكون داخله في العمره وتدخل فيه السكن وداخل فيه امور التقنيه والصحيه والاطباء وهاد الناس بالاختصاصات ديالهم. حنا فوتنا الاختصاص ديال هذوك، هما الاختصاص ديالهم غيعرفوا فيها تكون المنطقه الخضراء، في غادي يكون جامع، في غادي يكون ماشي حنا غنفهموا. كيف نتوما جماعه سلاليه غادي تكون عندكم واحد الدور مثلا في فرض لمؤسسه العمران باش تكون هذه المرافق الاجتماعيه في متناول مثلا الولادات ديالكم على جميع المستويات. متفق معك. حنا تنطالبوا بهذا الشيء، تكون عندنا مرافق حيويه ويكونوا جماع ويكون هذيك. هذا مطالب ديالنا، الحاجه اللي غترجع بالافضل على جامع السكان ديال سيدي. شنو الان المطلب الاساسي ديال الناس باش يطالبوا الان في هذه اللحظه هذه؟ او لا مجموعه مطالب، تقدر تكون مجموعه مطالب. لا حنا بالنسبه لنا حنا فرحان من هذه الجهه، ولكن العائق ديالنا حنا العائق وتنخمولو بزاف. وحتى هاد القضيه ما تنخموش لها كاع الناس الساكنه ديال الباديه اللي تشملهم المدينه، اولادهم تيوليو هما في خطر وتيجعلوا بعض المشاكل حتى للدوله. الراجل تيكون عنده حرفته فلاح حساب تيصبح باطل تتحير معاه حتى الدوله. لهذا حنا تنخمو كممثلين ديال الجماعه تحاول الدوله كيدير معنا حل في هذه القاعده العسكريه ترجعها لينا كما كنا مخلينا الاستعمار تنحرطوا ونرعى. هذا هو المطلب ديالنا. حنا عطينا وبقينا بلا بلاد. اذا تقلص مجال الرعوي بالنسبه لكم نتوما، تقلص يعني ما بقاش عندكم مثلا كما تيقولوا فين نرعى، ما بقى عندنا فين نرعى، ما بقاش عندنا فين نتفلحوا. اما على الفلاحه هي كل شيء. المعيشه ديال الانسان يطلع عليه النار اش غيصبح يدير؟ المهنه ديالو كتابو بالله غيبيع البهايم، اش غيصبح يدير؟ حتى دابا الدوله هي حايره مع دوك الناس اللي هما شباب ومثقفين وما لقاو ما يديروا. الدوله حايره معاه باش تنصب عادو حراك الانسان العادي. الانسان العادي خصنا حنا نعاونوه ونعطيوه على حساب الافكار ديالو وعلى حساب المهنه ديالو باش نتهناو منه. ما غنتهناوش عمل الانسان اللي هو عنده ثقافته. ما نشوفوش غير اللي منو نسيو اليسار، ولا نشوفو غير اليسار نساو اليمين. خصنا نشوف المجتمع ديالنا نهزوه ككل. هذاك الولد اللي تيقرا دابا راه باه اللي قراه هو اللي الوالد اللي قرا. دابا باه وخوتو فين غيمشيو؟ واحد من العائله قرا، هذا غادي يمشي نقولوا غيتوظف، والاخر اش غادي يدير؟ المهنه ديالو كسابو فلاح في خدمه البلاد اش يصبح يدير؟ نقولوا نوض من هذا الكرسي ما غنجلسوه. السي الحمار لا سمحتي لي، بالنسبه للوزير وزير الاسكان والتنميه المجاليه السي نبيل بن عبد الله كان دار زياره لهنا للرحاونه، وكان تم الاتفاق على اساس انه غيتم انجاز ديال ما يسمى بلا بيريكواسيون، بالموازنه في المحاذاه في جنب الطريق اللي ما بين الرحاونه والسوق، على في الجنب ديال في الجنبات ديال الطريق الجهويه غيتم انشاء بناء عمودي، عماره عموديه، وغتكون التمويل ديالها من طرف صندوق الاداره والتدبير. هذه معطيات اللي خديناها من واش انت باعتبارك انت مسؤول مستشار جماعي وفي نفس الوقت نائب ديال الجماعه، ما مدى صحه هذه المعلومه هذه؟ باش نقول لك حنا حضرنا مع الوزير ولا حضرنا معاه ما نقدرش وما نعطيش واحد الحاجه اللي ماشي مضبوطه. بعد اشاعه تيقول تتقال باللي هذوك فين كان لاسيتي ربما يكونوا شي عمارات تما. بعد اشاعه تكون باش نقول لك بالضبط والله ما نعرف. لا نتكلموا على المنطقه ديال الرحاونه، واش كاين هذا لا المنطقه ديال الرحاونه حنا في الارض اللي عطينا حنا الجهه اللي عطينا حنا غيكونوا شي عمارات، واحد الجهه مخصصه للعمارات ان شاء الله. الجهه مخصصه بهذه الجهه في 50 نقطه. سي عمر شكرا جزيلا.